مرحبا بكم في قناة مطبخ تلمسان. اليوم من مطبخي جبت لكم وصفة لبنية بالمعجون مقليين في الزيت اللي ينباعوا في شواطئ البحر ويجيو منفوخين وخاويين من الداخل. المقادير ديالهم جيتو بسيطة موجودة في كل بيت، وهاد المقادير انا جاتني 32 حبة. اذا خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اللبنية نحتاجو فيهم الى بيضة كاملة، 3 معالق كبيرة من السكر، 4 معالق كبيرة من الزيت، كاس من الحليب الدافئ. هنا حجم الكاس ديالي هو 250 ملل، بصح تقدروا تستعملوا اي كاس كبير يكون عندكم في المنزل. ملعقه كبيره من خميره الخبز، كيس من سكر فانيليا الوزن ديالو 5 غرام، واللي ما عندوش سكر فانيليا يقد يعمل بودره الفاني ملعقه صغيره، قشور حبه برتقال او قشور حبه ليمون ولا يمكن الاستغناء عنها، كيس من خميره الحلويات الوزن ديالها 10 غرام، وبالطبع نلمو العجين ديالنا بالفرينه. اذا في اناء الحاجه الاولى نفدو الحليب الدافئ، نزيدوا له خميره الخبز، نزيدوا له 3 معالق كبيره من السكر، نخلطوهم ونخليهم 5 دقائق يتفاعلوا. الخميره صايره تفاعلت، الان نزيدوا كامل المكونات. اذا نزيدوا قشور الليمون ولا فاني، بالعفو قشور البرتقال انا عندي، نزيدوا الزيت، نزيدوا البيض، نخلط هاد المكونات غير بالملعقه ولا بالفوي ولا بيديكم. اذا نفس الكاس اللي عبرت به الحليب راني ماشي نعبر به الفرينه باش نساعدوا المبتدئات اللي يحبوا يعرفوا كميه الفرينه. اذا عملت الكاس الاول، نزيد العلبه تاع خميره الحلويات، نعمر الكاس الثاني، نبداو دائما نزيدوا الفرينه بشويه بشويه حسب الحاجه حتى تنطم لنا العجينه. اذا هنا تكون عاد العجينه ديالنا جاريه، نخلطوها مليح بالملعقه كملي نضربوها. اذا هنا راني عملت انا 2 كيسان تاع الفرينه، بصح دوك نزيد لها غير هكذا شويه نخدموها باش تولي لنا ملساء. خلطوها شويه مليح، ولا تحبوا تعجنوها كما تحبوا 5 دقائق. اذا عجنها 5 دقائق. اذا صايره راني عجنت العجينه ديالي 5 دقائق، نخليها ترتاح. شوفوا القوام ديالها شويه تلاصق في الايادي، ماشي ناشفه غايه الغايه. اذا نغطيها بغطاء بلاستيكي ونخليها حتى تختمر جيدا. نعاود نشوف هاهي ديال العجينه ريها خمرت، شوفوا قداش ضاعف الحجم ديالها ما شاء الله. اذا الان في طاوله العمل الفرينه باش نعاونوا راسنا، نحاولوا نفتحوا العجينه. صايره راني فتحت العجينه، انا عملتها رقيقه. شوفوا السمك ديالها ماشي خشينه بزاف. اذا في هذه المرحله نحتاج الى قاطعه دائريه. هنا انا عندي القطر ديالها 10 سنتيمتر، واللي ما عندوش هكذا قاطعه يستعمل غطاء ولا غرفيه كبيره. قطع العجينه ديالي الى دوائر. وفي هذه المرحله نحتاج صينيه
نعملوا عليها ورق الطهي يساعدنا بزاف ما يتصلناش العجينه فيه. نرفد الدوائر ديالي نحطهم مباشره فوق البلاطو بهذه الطريقه. وهاد الزوائد العجين نعاود نجمعهم، ما نحلهمش مباشره، نخليهم يرتاحوا. كملت وحطيت كامل الدوائر في الصينيه، والان دوك نغطي عليهم نخليهم يريحوا غير ربع ساعه، ما نخليهمش الوقت طويل. اذا بالنسبه للزوائد نجمعهم ونعملهم في كيس بلاستيكي، نخليهم يرتاحوا ل10 دقائق باش عاد نفتحوهم، على خاطر كان نحلوهم مباشره يغبنونا. نمشي انا نحل الجزء الثاني من العجينه ونعاود نحل، يكونوا هادو ريحوا لي، نعاود نحل هاد العجينه الباقيه، وان شاء الله نشوفكم بعد اللي يريحوا لنا 15 دقيقه. كملت التشكيل تاع الدوائر وخليتهم يخمروا ربع ساعه على خاطرها سخانه، ولا كان برد نخليهم شويه الوقت اطول. اذا خاصنا يخمروا، شوفوا كيفاش ملاو، بصح ما يخمروش 100%، غير شويه. اذا الان نعمل الزيت ديالي تسخن، في الاول نقوي عليها وكي تسخن لي نقص عليها كامل ونشوفكم ان شاء الله. انا بديت نقلي لي بيني. اذا نشوفوا كيفاش الحبه تنتفخ. راني رفدت دائره وترتفد بكل سهوله. داك الورق الطهي يساعدنا بزاف بزاف. اذا نحطوها في الزيت. اعتذر نقطع لي التصوير ولم انتبه، ما شفتش بلي الكاميرا ريضت لي. اذا هنا بديت نقلي هذوك الحبات، هاودو شوفوا كيفاش داو ما شاء الله. اذا نعاود نوري لكم الحبه كيفاش نعاود نعملها. هنا صاي هاد الحبه راه انتفخت. اذا نحط الحبه ديالي، نرفد هاد البنين نعملها تعطر، وكي نشوفها بدات تنتفخ نبدا نكب عليها الزيت. هادي كي نشوفوا البيني تاعنا انتفخ دليل بلي نجاح تاع البيني. هنا نعرفوا بلي البيني تاعنا نجحوا. اذا نستناوها تحمر بهذا الوجه، نعاودو نقلبوها على الوجه الثاني، نزيدو حبه واحده اخرى. اذا بنفس الطريقه نكملو حتى نحمروا كامل لي بيني، نقليوهم. كما قلت لكم الزيت ما نقويوش عليها باش ما يطيبوا لنا غايه من الداخل. نزيد حبه واحده اخرى، شوفوا كيفاش يتنفخوا. صاي هاد الحبه ريها حمارت. كملت القلي. اذا هما دافين واطروا لي من الزيت مباشره نفوتهم في السكر، يعبط فيهم مليح. خلينا نعملهم مباشره من المقلاة بالسكر. اذا بنفس الطريقه نكمل كامل الحبات تاع لي بينيه نعملهم بالسكر. نعاود نشوفكم. عملت كامل الكميه تاع لي بينيه السكر. الان فوتوا باش نعمروهم. انا اليوم راني حابه نعمرهم بالمعجون تاع المشماش. هذا المعجون تاع المشماش عندي صنع منزلي بنين بزاف. دوك نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كنت عملتو فيديو طحنته مليح بالميكسور باش راه هكذا املس، بصح نتوما تقدروا تعملوهم باش ما تحبوه، سواء بالشوكولا ولا بأون كريم، لكم الاختيار. اذا نفدوا الحبه، نفدوا المقص ونقصوها بهذه الطريقه. اذا نشوفوا كيفاش راه خاويه من الداخل، هاودي شوفوا فارغه كامل، ما يجيش كامل معجن. اذا نفدوا الملعقه، هذه الطريقه التقليديه، ولا تحبوا تستعملوا لابوش هادوي استعملوا. اذا نعمرهم بهذه الطريقه كامل الكميه، ونشوفوا ان شاء الله في طبق التقديم.
كملت وعمرت لي بينيه بالمعجون، راني حطيتهم في طبق التقديم. اذا شوفوا كيفاش جا، نعاود نوريكم الحبه عن قرب. ها هو دي، شوفوا كيفاش تجي ملفخه وخاويه من الداخل. نفتحها لكم، شوف خاويه هي دي. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، تجي خير من اللي ينباعوا برا بمليون مره، لا في النظافه ولا في البنه ولا في الخفه. اذا حنا في موسم الاصطياف السخانه ناكلوهم بزاف في الشواطئ، ماذا بينا ما نزيدوش نشريوهم، نخدموهم ديالنا خير. الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب. اللي تشوفني